السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من. الناس بتوع الإنتاجية على طول بيقول لك مثلا لما تيجي تبدأ مهمة ولا حاجة ظبط المهمة. فأنا قررت مثلا في اليوم دهوت إني هكتب أهم 3 حاجات المفروض أعملها، فأشوف يعني ساعتها هل هتفيدني ولا لأ، عشان أبقى تركيزي بس مثلا على الحاجات دهيت. بص، أول حاجة يبقى معاك مثلا نوتة صغننة كده اهوت حلوة ظريفة، وأنت ماسكها ومثلا ايه يعني نكتب اليوم مثلا، واحنا اهم 3 حاجات المفروض نخلصه في اليوم، اللي هو بحيث انك لو خلصتهم في اليوم دوت خلاص يبقى اليوم بتاعك بقى باقي فاضي يعني كده اهو. احنا دلوقتي حددنا اهم 3 حاجات المفروض نعملهم في اليوم بتاعنا. لو ال3 حاجات دول اتعملوا هيبقى اليوم بتاعنا فيه انتاجية كبيرة جدا وخلصنا فيه حاجات كتير جدا. دي طريقة جديدة الصراحة، وانا يعني عايز اجربها اشوفها هل هتنفع معايا ولا لأ. فهنشوفها دلوقتي ونقعد نجرب دلوقتي ان شاء الله. نبدأ بأول مهمة وهي مذاكرة 3 محاضرات في البناء المنهجي. الصحابه بيدافعوا عن النبي صلى الله عليه وسلم. انت لازم تفهم فكره انه واحد او جروب وبيهاجموا مئات، فكله بيتاذي في المشهد ده بما فيهم النبي صلى الله عليه وسلم. ابو دجانه بيرموا عليه النبل، ظهره بقى زي الانفود. احد الصحابه كان سيدنا طلحه بن عبيد الله. طلحه ده مين؟ وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. الحمد لله خلصنا اول محاضرة دلوقتي. فهو النظام بتاع المحاضرات يعني انا هقعد اسمعها، دوك بجمع المعلومات في دماغي، وبعد كده هو اخلص انا ال3 محاضرات كلهم. بعد كده ارجع تاني للمحاضرة الاولانية، اجمع الافكار، يعني مثلا اخلي السرعه تجري بسرعه، بحيث اني اشوف إيه اللي موجود وكده، بحيث انها تثبت في دماغي، واهم الافكار وكده واقوم مدونها. يعني انا شايف الصراحه ده ممكن الطريقه دي تناسبني، وكل واحد يعني يكتشف الطريقه اللي هو تناسبه، يعني حبيت اشاركها معاكم. فباذن الله دلوقتي خلصنا اول محاضره، دلوقتي هنخش بقى على المحاضره التانية، بحيث اننا ايه نحاول ننجز في الوقت كده، بحيث عشان نلحق نخلص اكبر عدد محاضرات يعني. بس نحاول على قد ما نقدر كمان اننا نقدر نستوعب اكتر. لو الواحد ما قدرش يحاول يظبط الاستيعاب بتاعه، مثلا يقسمها، ممكن مثلا مش لازم كله في وقت واحد في جلسة واحدة، ممكن يخليها مثلا بالليل وهكذا يعني. اللي انا اكتشفته وانا قاعد بشوف الجدول وكده، هو طلع اصلا المحاضرة كانت اول محاضرة، يعني الفيديو كان متقسم محاضرتين، المحاضرة الأولى والتانية. فالحمد لله بإذن الله كده، الحمد لله خلصنا كده خلصنا محاضرتين، ناقص محاضرة تاني. شوف لو ربنا قدرنا ناخد تاني ناخد، بحيث اننا مش عايزين ناخد كتير ونزهق ونقدرش نجمع كل المعلومات بتاعتها يعني. احنا بقى ايه بعد ما يعني لما احنا عملنا الحاجات ديت قسمنا مثلا كده في محاضرة أولى والتانية والتالتة. طب ليه احنا عملنا مثلا 2؟ عملنا ده هوت للدرس عامة، وده هوت للمراجعة بتاعة الدرس بقى لو في تلخيصات وكده. هوت أنا الصراحة بحب أسمع الأول، وبعد كده بقى أشوف أعمل ملخص ولا إيه، بس أعرف الدنيا. فإحنا الحمد لله أحسن حاجة دلوقتي الواحد عملها إنه بص يا سلام على الشعور كده كده. وجهزنا فطار عشان نشحن الباور بتاعنا وبس. هو ده كان اليوم، الحمد لله كشفنا عن الدكتور ورحنا مراجعة القرآن كمان الحمد لله. بس للأسف معرفناش نحضر المحاضرة التالتة، فما كانش عندنا وقت، يعني الدنيا كلها جت ورا بعض. والحمد لله تقييم اليوم 7/10، وكان هيبقى فيه إنتاجية أكتر لو كنت زودت الجيم الصراحة، لو كنت رحت الجيم، بس كنت تعبان فما كنتش قادر أروح. ده تقييم اليوم 7/10، وكان يوم حلو ورائع. هو ده كان اليوم، كان يوم خفيف لذيذ، ما كانش فيه حاجات كتير، مصورتش فيك برضه حاجات كتير فاهم. فبس عادي بنحاول نرجع ان شاء الله تاني للقناة. بس لو عجبك الفيديو متنساش اللايك والاشتراك في القناة. سلام.